خلينا نفترض ان انت مهندس تكييف جديد ونزلوك دلوقتي في غرفة او مكان عشان تقيس شدة الصوت، وسلموك الميكروفون. انت وقفت على مسافة معينة من المخرج او من المعدة اللي بتطلع الصوت، قست حاجة طلع لك ارقام على الميكروفون. الرقم اللي طلع لك ده عبارة عن ايه؟ هنا المفروض نفرق ما بين حاجتين. اي مصدر صوت في الدنيا بيبقى ليه زي ساوند باور، وليه طبعا الافكت بتاعه الساوند بريشر اللي انا بقدر اقيسه بالميكروفون. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم ان انا عندي زي اللمبه كده بتاعتي بيبقى ليها باور معين، ده السورس باور بتاعي، بس شده الاضاءه بتاعتها اللي هي بتتقاس بوحده اسمها اللاكس، دي بتتاثر بالمسافه اللي انا بعيد عنها او اللي انا بقيس عنها، وكمان بتتاثر بالوان المكان اللي انا موجود فيه واحده. ونفس القصه في الصوت بيتاثر بالمكان اللي انت موجود فيه. هل انت في الفري فيلد مثلا، ولا انت في مكان غرفه، والغرفة دي ممكن يكون فيها أشكال مختلفة؟ هل فيها مثلا حاجات بتعمل انعكاسات كتير، ولا الأوضة بتمتص فيها أساس وحاجات كتيرة بتمتص الصوت بتاعه؟